فيلم طائر الليل الحزين، فيلم من النوع البوليسي اللي يشدك طول الوقت يعني. وبطله محمود عبد العزيز وعادل أدهم ومحمود مرسي طبعا وشويكار ونيلي. نقطة معينة في الإخراج عايز أتكلم عليها كمشاهد غاوي أو ناقد هاوي. حلوة دي شعر. المهم، النقطة دي اللي أنا هتكلم عليها هي يمكن تكون مؤثرة جدا لو الواحد قاعد ومستسلم للحبكة بتاعت الإثارة، بالذات في آخر الفيلم. يعني الراجل محور القضية بتاعت الفيلم كان على وظيفة عالية جدا في الأمن. يعني طبعا ما قالوش هو إيه، مدير أمن ولا مدير مخابرات ولا مدير اللي هو الامن العام، اسمه ايه، مباحث امن الدوله، حاجه كده، او وزير داخليه. يعني شخصيه مرعبه. اول ما سمعوا اسمه مرجان كل الفيلم ممثلين ومخرجين ومصورين اترعبوا والمشاهد اترعب. راجل على اعلى درجه امنيه في البلد. القصه كده، الفيلم كده، ايام السادات كان الفيلم. المهم اللي حصل انه هو الراجل ده مرجان ده اتحاصر من محمود عبد العزيز اللي هو متهم بقضية قتل وبريء، ومحمود مرسي الممثل العظيم وشويكار. الراجل اتحاصر في سمعته، لانه اللي يبرأ، انتوا لو شفتوا الفيلم هتفهموا انا بقول ايه، اللي يبرأ محمود عبد العزيز من الاعدام هو وجوده مع شويكار اللي هي مرات مرجان ده وقت الجريمة. وهي ما تقدرش طبعا تعترف بكده، لانه دي هتبقى مصيبة. الراجل ده هيتفضح وهتبقى مراته بتخونه بقى وهيتفضح قصاد الحكومة وقصاد رئيس الجمهورية والإعلام. فطبعا ده نابه أزرق. ده لما عرف القصة دي قال لك أنا هموت ده وهموت ده وهموت ده. طب أنت مدير عام الأمن أو رئيس الأمن أو المخابرات أو الداخلية، أو يعني ده انت حتى لو رئيس عصابة، مش رئيس الناس دي، لو رئيس عصابة صغيرة بتاعت مخدرات مش هتفشل في انك تخلص من الناس اللي انت عايز تخلص. هو قرر انه يخلص من شويكار ويخلص من النائب، وكيل نيابة اول او حاجة زي كده. المهم عايز يخلص منهم، يعني يموتهم، لانه لو هم ماتوا القضية دي هتروح خلاص وهو هيفضل في مركزه، يعني مش هيتهدد. فشل في انه يموتهم، مع ان ده اعلى مستوى في الدنيا في الحاجات دي. وازاي بقى راح يموت؟ اتفرجوا بقى على الفيلم واضحكوا. راح يموت شويكار، بعت لها 3 بيصفروا، قالوا ايه، العربية تيجي تضرب رصاصة تيجي في دراعها ولا يجرى لها اي حاجة. ويحاول يقتل محمود مرسي بانه يجري وراه بعربية. يعني الحتة دي المخرج الاستاذ المرحوم يحيى العلمي، معلش يعني، ما قدرش يعملها بالشكل السينمائي السليم اللي يخليها تبقى مقنعة. بلاش نقول يعني ان هي واقعية قوي، انما مقنعة الى حد كبير. يعني خلي على الاقل شويكار لما تتضرب رصاصة ما تتضربش في دراعها ضربة خفيفة كده زي ما يكون عصفورة عضتها. وراحت المحكمة وقعدت ما شاء الله بنضارتها الحلوة ومعززة مكرمة، رغم ان هي يعني مذنبة في القصة دي. فكانت دي سقطة رهيبة في الفيلم. وطبعا الكلام ده زمان، فيمكن محدش انتقد الحكاية دي زي انا، انما انا شايفها ان هي سقطة كبيرة قوي قوي من المخرج، ان هو ما عرفش يعني يحبك انه مدير الامن او رئيس المخابرات اللي مش عارف يموت واحدة ست في الضلمة قصاد بيتها، او مفيش حد في المنطقة ومفيش حد يقدر يعرف اي حاجة حصلت، لانه لا في انترنت ولا في كاميرا في تليفون ولا في، يعني كانوا يقدروا يقتلوها بمنتهى البساطة. لو اتفرجتوا على الفيلم هتفهموا انا اقصد ايه. والتاني جروا وراه عربية يعني معلش يعني انا لاحظت الاخفاق الفني ده، وانا ناقد فني هاوي ما قدرتش امسك نفسي، لان اول مرة الحقيقة بشوف الفيلم ده بعد كل السنين دي.
انا اول مره اشوف الفيلم ده، وطبعا اخر مره يعني.